السؤال بقى اللي هو انت لما كان المفروض 6 اسئله هسالك 2، في 4 عشان انت جاوبتي مش هسالك فيهم. السؤال الاولاني، حضرتك في فرح منى بنت الزعيم جمال عبد الناصر الله يرحمه رئيس الجمهوريه الله سابقا. يرحمه حبيبي. حضرتك كنت بترقصي في فرح منى بنت الزعيم جمال عبد الناصر الله يرحمه، أيوه. وظابط في المخابرات ضربك بالاقلام في الحفله. عايزين نعرف ايه إمم. السبب وضربك ليه وعملتي ايه، وازاي حد يضربك وانت عند الزعيم الرئيس الله أولًا هو المرحوم كان جمال فرح عبد في الناصر. بيته في منشية البكري، تمام. وكانت الشؤون المعنوية واخدانا، اه. وأنا حبيت أعمل حاجة جديدة فاستشرت ناس كوريوجراف يعني، مصمم رقصات، أعمل إيه جديد؟ قالوا لي في غنوة اسمها زغروطة حلوة رنت في بيتنا حاجة اه كده، عارف. بس إيه تروحي مطيرة شوية حمام أبيض. حمام فأنا حقيقي ولا؟ حمام حقيقي، حقيقي اه. فجبت 7 حمام كده، في 6 حمامات اه. صغيرين كده، اه. وأنا بارقص رُحت مطيّرة زغروطة بيتنا ده من ده وعملت كده، لقيت الستارة اتقفلت ولقيت القلم على خلقتي ولقيتني وقعت على الأرض. يا خبر. آه. ايه السبب بقى؟ السبب إنهم افتكروا ده الرئيس قاعد تحت، وبعدين عبد الحكيم افتكروا عامر حد قاعد بيضرب حاجه. بيعمل حاجة بيعمل مصيبة إيه، سودا، أنا لا أعرف المصيبة ولا أعرف السودا، ما يا أعرفش خبر أياميها ابيض. حاجة يعني هو خالص. ضابط المخابرات ضرب حضرتك آه. على اساس ان انت بقى مثلا هتفجري حاجه، هافجّر فكروا ان حاجة. انت بتفجري حاجه ما بتعمليش شو. فبعدين مين اللي عرف؟ السيد الرئيس عبد الناصر، اه. الله يرحمه. الله الله يرحمه يا يرحمه. رب، ربنا يرحمه. بعت نزلني وحطوا لي البلطو على جسمي ونزلني، قال لي حبيبتي ما تزعليش انا عارف انت وكان بيحبك تقصدي جدا، ايه. وكان طيب جدا. جدا الله جدا يرحمه. جدا، انا لن انسى الحادثه دي في حياتي. اه. وقال لي انت ما تزعليش جدا، وامر لي بظرف فيه حوالي 500 500 جنيه جنيه الله الله الله، ده انت كنت معايا ولا ايه؟ يعني كانوا حبيبتي بقى واختي بالنسبة لي دول يعني إيه ما يعني حاجة 500 مليون جنيه. اه طبعا رقم من رئيس الجمهوريه ده انا ما اصرفهمش. يعني اه. عمل لي كده وقال لي يلا اطلعي فهمك الموقف. قال اطلعي لك ان وبعد شوية اطلعي ارقصي تاني. وطلعت. بس وطلعت فعلا. اه. فده موقف ما يتنسيش في حياتي اطلاقا. اه ما انا بقى انا بس ضرب وعند اه. الرئيس الموضوع بالنسبه لي كان لازم افهمه يعني.